لو بتقلق على طول من ريحه البق بتاعتك وخايف لا تكون وحشه واللي قدامك بيتضرر زي الفيديو اللي قدامك دلوقتي، فانا عايز اقول لك ان علميا 80% من الحالات بتكون بسبب البكتيريا اللي موجوده على لسانك مش بسبب الاكل، وده طبقا للامريكان دنتال اسوشيشن. اللسان بتاعنا يبقى عامل زي السكاده، والبكتيريا بتبدا تعيش في الفتحات الصغيره اللي اسمها البابيلي اللي موجوده على اللسان، تتغذى على البروتينات اللي انت بتاكلها من الاكل بتاعك وتطلع غاز الكبريت واللي هو اساس الريحه الوحشه. طيب لما اقول لك العلاج، انا عايزك دلوقتي تعمل اختبار سريع تتاكد اذا كانت ريحه بقك وحشه ولا حلو. هتطلع لسانك وتلحس ظهر ايدك وتستنى 5 ثواني لغايه ما ينشف، وبعد كده تبدا تشم. لو الريحه اللي انت شميتها من على ظهر ايدك وحشه فدي ريحه النفس بتاعك. وتعالى بقى اما اقول لك الاسباب عشان تعرف تعالجها كويس. اول حاجه ان اللسان بتاعك مش متنضف كويس، واللسان هنا ما بيتنضفش بفرشه الاسنان، لا ده ليه حاجه تانية اسمها التانج سكرابر. ولو مش هتعرف تجيبها اتصرف بمعلقه الشاي اللي عندك في البيت. هتبدا تكحت الطبقه البيضاء اللي بتبقى موجوده على اللسان وتخلي اللسان يرجع للون الوردي الطبيعي بتاعه. الطبقه دي عباره عن فضلات البكتيريا اللي بتعمل النفس الوحش. تاني حاجه في الاسباب ان البق بتاعك اصلا جاف، وده هتعالجه بانك تشرب ميه كتير. تالت حاجه انا قلت ان البكتيريا بتتغذى على البروتينات، فانت لو لقيت الريحه بتزيد مع اكلك لبروتينات كتير هتقلل البروتينات في الاكل عندك، او لما مش هتعرف تقلل البروتينات تبقى عارف احتياطاتك ان ريحه نفسك بعد اكلك لبروتينات تبقى وحشه. بس انا اكيد مش هسيبك كده، عايزك تروح تجيب غسول للفم بيكون فيه زنك، لان الزنك بيتفاعل مع الكبريت ويبدا يعادل الريحه بتاعت النفس دي. من الاخر كل بروتينات براحتك يا معلم. اخيرا بقى ممكن يكون عندك حصوات في اللوز او التهابات في اللثه، وده انت محتاج تراجع فيهم دكتور الاسنان ودكتور الانف والاذن. المشاكل الحاجات دي ما بتوقفش على ريحه النفس الوحش، لا ده ليها مضاعفات ممكن تعمل لك مشاكل بعد كده. انا عايز اقول لك في الاخر ان ريحه النفس الكريهه ديت 100% بتتعالج لو انت لقيت السبب صح. للاسف في فئه كبيره من الناس بتبقى محرجه انها تتكلم مع حد بسبب ريحه النفس بتاعها. اعمل شير الفيديو لان اكيد في حد مستخبي من اللي حواليك ريحه النفس بتاعته مش كويسه ومكسوف يدور على السبب. ممكن تعمل فولو لو انت عايز تعرف معلومات طبيه اكتر.